السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا فيديو اليوم ان شاء الله غادي نشاهدوا طريقة التحضير ديال هاد الفطائر. غادي نشوفوا التحضير ديال الحشوة وكذلك ديال العجين اللي كتجي زوينة بزاف. نبداو على بركة الله. بالنسبة للمكونات خديت معلقة صغيرة ديال الخميرة حبيبات، نص معلقة كبيرة ديال سكر سنيدة، ودرت تقريبا نص كاس ديال الماء سخون، ما كاملش نص كاس، ونص كاس ديال الحليب سخون حتى هو، وجوج معالق ديال الزيت. غادي نحركهم مزيان وغادي نخلي الخميره حتى كتبدا تتفاعل. عاد غادي نزيد ليها المعدنوس، غادي نسمها بشويه ديال الزعتر، البزار، وغادي نزيد ليها حتى ازير. تقدروا تنسموها باي منسمات اللي كيعجبوكم. حركت المكونات مزيان وزدت ليهم كاس الاول ديال الدقيق، غادي نحركهم مع بعضياتهم مزيان. من بعد زدت الكاس الثاني ديال الدقيق وزدت عليه معلقه صغيره ديال الملحه اولا الملحه على حسب الذوق. صافي بقيت كنحرك بيدي كنجمع العجينه مزيان. من بعد زدت تقريبا نص كاس ديال الدقيق، تقدروا تحتاجوا ربع كاس، يعني في الطوطال غادي تقدروا تحتاجوا 2 كيسان وربع 2 كيسان ونص ديال الدقيق. غادي تشوفوا تبقاو تزيدوا شويه بشويه على حسب العجين. من بعد ما كنحصلوا العجينه بحال هكا دهنتها بالزيت وغطيتها خليتها ترتاح. الحشوه درت نفس الحشوه ديال المره اللي فاتت، درت زويته الثومه، زدت عليها البصله، حركتهم مزيان وزدت عليهم الفلفله. من بعد ما هبطت البصله من بعد زدت ليها القرعه محكوكه والحار مقطع. بالنسبه للحشوه فكيبقى الاختيار ديالكم، انا فقط شاركت معكم الحشوه اللي درت انا، وانتم تقدروا ديروا اللي يعجبكم وعلى حساب اللي متوفر في البيت. وزدت لا دند مقطع طريفات صغيورين، تقدروا ديروا صدوره ديال الدجاج اولا الكفته. صافي حركت كلشي مزيان. من بعد درت الملحه، شويه ديال الخرقوم، البزار، زدت عليها التحميره والسودانيه، ومعلقه صغيره ديال الهريسه. بالنسبه للهريسه فعلى حسب الذوق. وزدت حتى صلصه الصوجه. غادي نحرك المكونات كامله مزيان. من بعد طفيت على البوطه وزدت ليها المعدنوس والزيتون مقطع. حركت المكونات كاملين مزيان وخليتهم حتى كيبردوا. من بعد ما خمرت العجينه وضاعف الحجم ديالها، بديت كنشكلها على شكل كويرات صغيورين. من بعد غطيتهم وخليتهم ارتاحوا وبقيت كنطلقهم بيدي. بالنسبه لهاد الكميه ديال العجين الا درتو نفس الحجم ديال الكويرات فغادي تعطيكم 7 ديال الحبات. من بعد خديت الحشوه من بعد ما بردت مزيان ودرتها في الوسط وبقيت كنجمع العجينه من الجناب. حاولوا انكم تلصقوها مزيان باش ما تحلش لكم من بعد. من بعد كنطرقها شويه بيدي وهكذا كيجي الشكل ديالها. غادي نستمروا بنفس العمليه. غادي نطلقوا العجينه بشكل طولي. درت الحشوه في الوسط ومن بعد جمعت الجنيبات ديال العجينه وزيرتهم مزيان باش ما كيتحلوش وغادي نبرك. هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو زوينين بزاف. من بعد كنحطهم في لاطه اللي غادي ندخلوها للفرن. تقدروا دهنوها بالزيت، تقدروا ديروا الورق الغذائي. ودهنتهم ببيضه مع شويه ديال الخل باش كيتحمروا كيجي اللون ديالهم زوين. وبالنسبه للحبوب تقدروا تزينوهم باش ما بغيتو. انا درت الزنجلان وحبات اخرين درت فيهم البافو.
من بعد كندخلوهم للفران كيطيبوا من التحت، وعاد كنعاودو نطيبوهم من الفوق باش كيتحمروا. وهذا هو الشكل ديالهم، كيجي رائع، العجينه كتجي زوينه. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم وانكم تجربوا الوصفه. شكرا على المتابعه.